تعرضت بعض مناطق الجزائر لأمطار غزيرة تسببت في غلق العديد من الطرقات وانقطاع للتيار الكهربائي، بينما حصرت المياه المواطنين لا سيما غربي العاصمة. وسجلت الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة العديد من التدخلات على مستوى مختلف في ولايات البلاد دون تسجيل خسائر بشرية. وتدخلت الحماية المدنية على مستوى بعض الولايات لا سيما الجزائر العاصمة وتيبازا لأجل مساعدة وإنقاذ الأشخاص العالقين بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار وبعض الأودية. وبولاية تيبازا غربي العاصمة تدخلت كل من الوحدات الثانوية للحماية المدنية بمدن القليعة وأبو إسماعيل وداودة من أجل إنقاذ ومساعدة المواطنين العالقين بسبب ارتفاع منسوب المياه. وبالعاصمة تم تسجيل ارتفاع في منسوب المياه في عدة محاور، خاصة على مستوى بلدية القبة والرئيس حميدو، حيث تدخل أعوان الحماية المدنية لإخراج بعض السيارات والقيام بعملية امتصاص للمياه المتسربة والمختلطة بالأوحال والأتربة. كما تم تسجيل تدخلات بسبب سقوط بعض الأشجار والانهيارات الجزئية في بعض المباني.